هل قراراتك العقلانية عقلانية فعلا؟ تعرف إن فيديو مدته دقيقتين بس ممكن يغير الطريقة اللي مخك بيشتغل بيها؟ ده اللي اكتشفه العلماء من جامعة كارنيجي ميلون في الدراسة دي. جابوا مجموعة من الناس وقسموهم ل3 مجموعات. المجموعة الأولانية فرجوهم على فيديو حزيني، المجموعة الثانية فرجوهم على فيديو مقرف، المجموعة الثالثة فرجوهم على فيديو وثائقي. وبعد كده سألوهم سؤال عقلاني تماما: لو طلبت منك تشتري المحفظة دي مثلا تدفع فيها كام؟ ولو عايز تبيعها هتبيعها بكام؟ فلقوا حاجة غريبة جدا، لقوا ان الناس اللي حاسين بمشاعر حزينة مستعدين يقبلوا بمبلغ اقل لو هيبيعوا الحاجة، ومستعدين يدفعوا مبلغ اكتر لو هيشتروها. تفسيره ايه الموضوع ده؟ العلماء بيفسروا الموضوع ده بطريقة غريبة جدا، وهي ان مشاعر الحزن بتخلينا مستعدين ندفع فلوس زيادة كأننا عايزين نبسط نفسنا بأي ثمن، وده اللي بيخلي الواحد يبقى مبذر وهو حزين. ودي ظاهرة بيسميها العلماء misery is not misery effect. هل شايف الكلام ده منطقي؟ هل في مرة اشتريت حاجة وانت زعلان وبعد كده اكتشفت انك اتسرعت؟